مساء الخير عليكم وعلى اخواتنا المتابعين للقناة، الناس اللي متابعين على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك وعلى كل المواقع اللي انا بشتغل عليها. تحية ليكم. معلش على التأخير بتاع الفيديوهات، معلش عشان ما بنزلش بقالي بتاع اكتر من اسبوع او 10 ايام ما بنزلش فيديوهات. بس اكيد كلنا شايفين الظروف اللي احنا فيها، الضغط اللي احنا فيه، الاخبار اللي بتحصل. آه طبعا يعني كلنا شفنا اللي حصل امبارح والضرب المكثف اللي كان موجود على رفح. خيام بتتحرق، ناس بتموت، والنهاردة اشتباك ما بين الجنود عندنا والجنود بتوع إسرائيل على الحدود، راح فيها شهيد من عندنا. يعني ربنا يصبر أهله، بس ده شهيد. آه، ومصر لسه بتدي شهداء على حدودها وعلى ترابها، وبيدافعوا عن وطنها. ودي حاجة تأكد إن الناس اللي بتقعد تشتم في الجيش عندنا وبتقول الجيش المصري ليه ما بيخشش وما بيعملش، لا، احنا عندنا جيش قوي يقدر يحمي بلده كويس جدا، وبيضحي بروحه عشان خاطر تراب البلد دي. آه، يا ريت يا جماعة يعني انشروا الفيديوهات بتاعت القنوات اللي بتدعم فلسطين جامد. في عندنا قنوات ياما جدا على اليوتيوب، وفي قنوات على التيك توك، وفي صفحات على الفيس. انشروا صفحات الناس دي يا جماعة، وخلوها توصل لأكبر عدد ممكن علشان الناس كلها تشوف اللي بيحصل. آه، آه، إسرائيل كانت نفسها تبيد فلسطين على الدنيا، بس دلوقتي بقت الدنيا كلها حاطة علم فلسطين. آه، ادعموا يا جماعة القنوات دي. في عندنا قناة سومري، بتتكلم على الأخبار كويس وبتجيب كل حاجة بالتفصيل. قناة سومري دي على اليوتيوب. في قناة شريف الصرفي، أنا بتابعها بصراحة هي وسومري. في قناة أحمد مبارك، القنوات دي بتجيب الأخبار كويس جدا، وبتجيب كل التفاصيل اللي بتحصل من غير كذب ومن غير أي حاجة. في على التيك توك في جو موسى وفي عبير الصغير، برضو الناس دي في كل فيديوهاتهم بيتكلموا عن فلسطين وبيحاولوا يبينوا اللي بيحصل هناك فيها ايه، وبيدعموا اخواتنا في فلسطين جامد بفيديوهاتهم. ادعموا يا جماعة، خلي الناس كلها تشوف اللي بيحصل ايه. آه كويس ان بدأ في دول بدأت تحس باللي بيحصل، وبدأت تشوف اللي بيحصل، وبدأت تعترف ان في دولة اسمها فلسطين زي اسبانيا وزي كذا دولة تانية من الدول الأوروبية بالذات، غيرنا احنا كعرب. كلنا معترفين بوجود فلسطين، وان اليهود دول او ولاد العم دول شويه محتلين مش اكتر من كده هوت. فيا ريت يا جماعه بعد ندعموا كل الفيديوهات اللي موجوده على السوشيال ميديا بتتكلم عن فلسطين، وربنا يصبر اهل الشهيد. وان شاء الله يعني فلسطين ترجع تاني وترجع دولة تانية، واليهود دول يسيبوها ويمشوا يغوروا في 60 اي داهية في اي مكان، يبعدوا عننا خالص. وان شاء الله نرجعوا نتكلموا مع بعضينا تاني في فيديوهات تاني ونبينوا شغلنا وان شاء الله كان يعني الفيديوهات اللي جايه تبقى كلها كوم تاني غير اللي احنا شرحناه اللي فات كله. هيبقى اللي فات كله كوم واللي جاي كله كوم، بس يعني الظروف تتحسن شويه. والفيديوهات جاهزه على فكره للناس اللي كلمتني، الفيديوهات جاهزه ومتمنتجه وجاهزه على الجهاز عندي انها تنزل. بس هي بس موضوع ان الظروف اللي احنا فيه مش مخليه حد يقدر ينزل اي حاجه، فسامحونا على التأخير. بس لتالت مرة بقول يا جماعة خشوا على اليوتيوب وخشوا على التيك توك، انتوا كده كده موجودين عليهم اساسا وبتتفرجوا على الحاجات دي. بس بدل ما تتفرج على حاجة تافهة ملهاش لازمة، اتفرج على حاجة فيها منفعة، حاجة تنفع اخواتنا. لما تلاقي قناة بتذيع حاجة عن اخواتنا في فلسطين، انشرها على قد ما تقدر، اعمل لها لايك، شارك الفيديو بتاعها. آه، خلي الفيديوهات بتاعتنا تتشاف، لان في قنوات ياما بدأت تاخد بلوك، بتتقفل. في قنوات بيوقعوا الريتش بتاعها عشان خاطر ما تشتغلش، فما تنتشرش، فما حدش يشوفها. فيبقى الضغط الإعلامي اللي بيحصل على المحتلين دول
يبقى اقل، فياخدوا فرصتهم ان هم يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. لكن طول ما في ضغط جامد عليهم آه، بيبقى في حرص في عملياتهم، وممكن مع الوقت تلاقي الدنيا وقفت. فالدعم ان انت دلوقتي تنشر فيديوهات اللي بتتكلم عن اخواتنا في فلسطين واخواتنا في رفح. الدعم ان انت تنشر الفيديوهات ديت. الدعم ان انت آه، بدل ما بتشوف حاجة تافهة وتقعد تعمل فيها لايك وتضحك عليها، لأ، شوف حاجة مفيدة وانشرها. آه، يا جماعة، آه، رفح فيها أكتر من مليون بني آدم. محتاجين إن إحنا ندعموهم، حتى بنشر الفيديوهات بتاعتهم علشان الناس كله يبقى شايفهم، علشان يبقى في ضغط عالمي على الجيش المحتل دوت، فما يقدرش يخش المدينة دي ويدمرها أكتر ما هي متدمرة. آه، لو حصل اجتياح جامد في البلد دي أو في المدينة دي، هيبقى الشهداء بالآلاف المؤلفة، يعني اللي ماتوا كوم واللي هيموتوا كوم تاني خالص. فانشر الفيديوهات علشان يبقى في ضغط أكتر، فيبقى في ضغط عليهم وخلاص، إن هم يخفوا على اللي هم بيعملوه ويقدروا يوقفوا عملياتهم دي ويبعدوا عننا. فربنا يصبر أهالي الشهيد. ولازم يكون في التزام شويه يا جماعه. في ناس بتطلع تشتم في الجيش وتقول لك انتوا لازم ما بتخشوش، ليه ما بتعملوش؟ حضرتك عايز جيشنا يخش يحارب، ابعت جنود من عندك يخشوا مع جيشنا ونحاربه. لكن انت تفضل كل ما تطلع تتكلم تقول الجيش المصري الجيش المصري. الجيش المصري مش هيعمل حاجه لوحده. مصر يا جماعه في ظروف اقتصاديه صعبه جدا، وجيشها قوي بما فيه الكفايه ان يخش يبيد الجيش ده كله. بس مصر مش هينفع تعمل الكلام ده لوحديها. في دول كتيرة جدا في المنطقة، يعني الدول دي ما ينفعش، او الناس اللي جاية منهم يقولوا حرب 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 واحنا من بعيد. إيه، الناس اللي بتطلع تشتم على المصريين، إيه، ان هم جبنة وان هم إيه، الحادثة بتاعت النهاردة تثبت لك ان احنا مش جبنة، ان احنا عندنا جيش قوي ومش جبنة وبنخافوش من حاجة، وعندنا ناس مستعدة تموت بجد عشان خاطر البلد دي، وعندنا ناس مستعدة تدفع بأرواحها في مقابل إن أنت تعيش كويس وفي أمان. فخلي بالك واعمل حساب النقطة دي كويس. إيه، يا رب أشوفكم في أحسن حال، ويا رب ربنا يعني، يا رب نشوفوا أهالينا في فلسطين في أحسن حال، والغمة اللي عندهم دي تروح ويرجعوا تاني لأراضيهم في غزة وغزة تتعمر وترجع زي الأول وأحسن كمان. واحنا اخواتكم في مصر، بنحبكم جدا وحاسين بكل اللي انتوا فيه وكل اللي انتوا بتمروا بيه، واحنا معاكم لاخر لحظة وبندعمكم فوق ما تتخيلوا. آه، ربنا يقويكم ويصبركم، وتحياتنا ليكم. وتحياتنا لأهالي الشهداء. والآخر مرة بقول، جيشنا مش جيش خواف ولا جبان، وبدليل النهاردة احنا عندنا جندي استشهد وجندي اتصاب في حادث إطلاق نار ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري. دي تأكد لك إن الجيش المصري ما بيخافش، والجيش ده مستعد يقدم كل اللي فيه شهداء للبلد دي. أحلى تحية مننا ليكم ولجيشنا، وتحيا مصر وتحيا جيش مصر، وتحيا وتحية لكل جندي مصري.